السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بعتذر لكم عن صوتي، معلش اخده برد ودور جامد وسخونية. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. نبدأ كلامنا ونقول صلي على الحبيب قلبك يطيب، الصلاة على الحبيب مسك وطيب. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم، وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات والمسرات. ربنا يجعل رمضان شهر خير وبركة يا رب كده، ويجعل بيوتنا جميعا عمرنا بالخير. بصوا، هو نص الفيديو راح. آه، عفوا. انا طبعا كنت منقعة الراعي الرسمي للفطار النهاردة. البطاية كنت نقعها من قبل بيوم، غسلها بالدقيق كويس جدا من بره ومن جوه. وبعدين نقعتها في محلول النقع، في مية طبعا بتغمرها، وبقطع عليها شرايح ليمون، وبحط لها رشة سكر ورشة ملح، وحبة خل صغيرين. طبعا معلش، عذرا المقطع. بحسب بصور واصلا ما كنتش بصور. هنا انا هعمل برام الرز بتاعي. انا غسله الرز بتاعي ومصفياه، وهنا انا كنت غاليه اللبن. انا بحب اعمل برام الرز وادخله الفرن الاول عشان ياخد سواه براحته. هعمل برام الرز معاكم. الفيديو النهارده غريب جدا، يعني دي علبة زبادي. في كده شيف حبيبتي، شفت يعني الفكرة دي منها، وفعلا جربتها وطلعت حلوة جدا. يعني هي طعمها طبعا مش بيبان في الرز ولا حاجة، بس يعني بتدي طراوة بس للرز وغناوة كده شوية. وهنا طبعا كنت نزلت بعلبة قشطة. القشطة دي قشطة بلدي، اللي هي بتاعت وش اللبن، اللي احنا بنشيلها وبنحوشها في الفريزر. بصوا هنا كده البطاية بتاعتي كانت بتغلي. يا بسم الله ما شاء الله، وزنها. بصوا حتى رجليها طالعة، وبقيت بحاول اقلبها كل شوية، اقلبها مع اني والله تعبانة ومش قادرة. بس هي بسم الله ما شاء الله، عشان وزنها يعني حوالي 4 كيلو ونص. فبسم الله ما شاء الله، يعني هو البط بصراحة ما ينفعش الا كده يعني، بس لازم طبعا تجيبيه من عند حد موثوق فيه، علشان خاطر ما يديهالكيش عجوزة وتاخد سوا معاكي. طبعا انا جايباها من عند حد محترم جدا، فعطاني وحتى عرفني ازاي اعرف البطية العجوزة من اللي هي سنها صغير حتى لو حجمها كبير. طبعا انا الرز بتاعي يمكن انا عملته كذا مرة. انا بحب اعمل نص لبن ونص شوربة. الشوربة بتخليه يبقى جوسي كده شوية وطري. لو عملتيه باللبن بس براحتك، انت حرة. بس بيبقى تحسي الرزية بتبقى ناشفة شوية. فانا متعوده بعمله نص شوربه ونص لبن. بحط له طبعا، انا على طول القشطه ببقى محوشاها. قشطه وش اللبن ببقى محوشاها. فبتبقى دايما متوفره عندي في الفريزر، يعني ما بغلي اللبن وتاني يوم بروح شايله من عليه القشطة بتاعته، بخزنها في الفريزر. بصراحة بتنفعني في المواقف اللي زي دي، يعني احطها على برام رز بقى، احطها مع البشاميل، اللي بتبقى طبعا حاجة يعني تحفة. هنا بصوا الشوربة بتاعتي، بصوا غنية ازاي وجميلة. طبعا انا تبلتها طماطم وورق لوري وبصل وحبهان ومستكة وفلفل اسمر حب، يعني متبلها تتبيله محترمه. وبصوا بسم الله ما شاء الله. وكده كده البط لازم بينزل دهون، يعني بتبقى فيه نسبه دهون عاليه جدا. فزي ما انتوا شايفين كده، بصوا يعني بصوا، دي كده السمنه بتاعت البطايه. انا هنا كده كنت حطيت بقى شويه شوربه في الحله اللي هعمل فيها حبه الملوخيه بتاعتي، ونزلت بحته تومه نيه، وحتة تومة تانية كده، اللي هي بيبقى فرمة معاها الفلفل الأحمر. تخليها سبايسي شوية. أنا مش بعمل إعلان للملوخية دي يا جماعة والله، ولا حاجة، ولا ليه علاقة بيهم ولا أعرفهم. أنا بس بوريكم إن أنا بستعمل النوع ده. النوع ده حلو جدا.
بيبقى زي كأنِك الملوخية بتاعتها، كأنِك بصراحة أنا باجيب منها الملوخية بس، أنا ما باجيبش يعني حاجة مفرّزة تانية. الحاجات بقية الحاجات التانية أنا بابقى مفرّزاها في البيت. بس الملوخية بصراحة باجيب كيس وخلاص واعمله. فالملوخية بتاعتهم بتبقى هتشوفوها حتى دلوقتي حلوة جدًا. هنا برام الرز بتاعي كان اتشرّب باوريه لكم في قلب الفرن. طبعًا أنا خلّصت الأكل عملته بدري، لإن أنا تعبانة جدًا واخدة دور برد جامد، سخونية بقى ويعني عضمي ما أقولكوش، ادعوا لي بقى كده. هو دور داير اليومين دول وإحنا الإسكندرانية كلّهم آخدينه. هنا كنت نزلت بحتّة سمنة بلدي عشان أعمل فيها الطشة بتاعتي. فأنا قُلت بصراحة إيه أخلّص كده إيه وأنا قادرة أقف. وجيت بقى في الآخر قبل الفطار بصراحة أنا ما كمّلت أصلًا ما قدرتش أصوّر بقية الفيديو والله. يعني أنا عملت لسان عصفور وعملت صينية جلاش بالبسطرمة كده وفلفل ألوان وجبن. ما قدرتش بصراحة أصوّر الكلام ده كلّه، حتى يعني يا دوب أنا ساعة المغرب أنا بقيت واقفة والله بافرّغ كده وولادي بقوا يساعدوني ياخدوا منّي الأكل والحاجة وأنا والله واقفة بالعافية. يعني الدور جامد عليّا أوي، فالحمد لله هنا نزلت بالتومة ورشة كزبرة ناشفة هادّيها تشويحة. هي المفروض بصراحة إن يعني هي حلاوة الطشة إن تبقى عايمة كده في السمنة. فإحنا بصراحة معدتنا تعبانة وكمان هناكل بَط، والبَط أصلًا كُلّه دهون والشوربة بتاعته الدهون بتاعتها كتير. فأنا قُلت أخفِّف شوية يعني حطيت حتّة سمنة صغيّرة كده في الطشة بتاعة الملوخية. هنا هانزل بقى الطشة بتاعتي هاضبّطها. نغتنم بقى يا جماعة الفرصة في الشهر الكريم ده. وندعي البعض بظهر الغيب، وندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا يفُك هَمّهم وغمّهم وكربهم، وأي بلد فيها كرب يا رب كده ربنا يجعل كده الأمن والأمان يعُم والسلام على بلادنا جميعًا يا رب. ويوسّع أرزاق الجميع، ويا رب الحاجة ترخص بقى كده والدنيا تبقى حلوة، ويا رب ما يبقى في حد محتاج ولا حد مديون، يفرّج كُرب كل حزين يا رب العالمين. أنا هنا كده كنت خلاص بُصّوا الملوخية بسم الله ما شاء الله كإنِّك يعني خرطها طازة بصراحة. ما تنسوش تحطّوا لايك يا جماعة للفيديو. أنا باقول لكم أهو بافكّركم لو أنتم وصلتوا لغاية هنا قولي لي بقى أنتِ بتتابعيني منين. ويا ريت تسيبوا لنا دعوة حلوة من القلب كده. وما تنسيش تحطّي لايك وأنتِ بتتفرّجي قبل ما تقفلي الفيديو حطّي لايك. ما تنسوش يا جماعة والله الناس بتشاهد الفيديو وما بتحطّش لايك ما أعرفش اللايك ده مهم جدًا هو اللي بيرفع الفيديو وهو اللي بيخلّي غيرِك يشوفه. طبعًا اليوم النهارده عدّى كده يوم غريب الحمد لله. النهارده طبعًا أول يوم رمضان. حتى بُصّوا أنا لسه والله يعني بُصّوا مش قادرة كنت أتكلّم، فعاملة مونتاج متأخّر والفيديو هينزل متأخّر. دي تاني مرّة تالت مرّة أعمل مونتاج كمان للفيديو مش تاني مرّة والله. أنا عملت مونتاج وحمّلته وأتاريني الصوت ما خدتش بالي إن الصوت ما اتسجّلش. فدي كانت تالت مرّة كمان. يعني أول مرّة عملته ولقيتني ضايفة حاجات مش الحمد لله. بُصّوا هنا بقى أنا شوّحت البطة طبعًا. بُصّوا دي غزغزة لازم كده تفضلي لمّا تبقى حجمها كبير تغزغزيها كده عشان تتأكدي إن هي استوت. هنا بارمي الرز بُصّوا بسم الله ما شاء الله وشه أحمر. طبعًا الأكل بقى ده أنا سخّنت بقى قبل ساعة المدفع كده، سخّنت وكنت عملت طبعًا شوربة لسان العصفور دي برضه الراعي الرسمي بتاعنا كل يوم على السفرة أو على الطبلية. و وعملت صينية جلاش كده كانت تحفة جدًا بصراحة. بس طبعًا بصراحة ما كنتش قادرة أصوّر. يعني يا دوب صوّرت لكم كده المقاطع ديّة بس عشان يعني أول يوم بقى كده يا جماعة. أنا حتى هُم قالوا لي: "ما تحمّريش ماما خلّيه كده خفيف ما تحمّريهوش دَجَر البَط." آآ ربنا يعود رمضان علينا كده بالخير والبركة يا رب العالمين. ويجعله شهر خير وشهر كرم يا رب العالمين. ما ننساش بقى نقعد كده بقى نقرا قرآن ونكتر من الدعاء. وربنا يا رب يوسع أرزاق الجميع ويفكها على كل مكروب يا رب العالمين. وادعوا لي كده إن ربنا يرد لنا حقنا من الشخص اللي نصب علينا ده.
ندعي لبعض وندعي لولادنا إن ربنا يصلح حالهم يا رب العالمين. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.